مريض داخل المعمل عاوز يسحب عينة دم، بتقول له اتفضل استريح، وبعد كده بتبدأ تسحب العينة. تستخدم التورنيكيت تربط دراع المريض وتقول له افتح ايدك واقفلها، وغيره من الحاجات اللي بنعملها عشان نسحب عينة الدم. الكلام ده صح ولا غلط؟ وهل هيأثر على نتائج التحاليل ولا لأ؟ هو ده اللي هتعرفه في حلقة النهاردة بالتفصيل الممل، فركز في كل كلمة واكتب كل كلمة هتسمعها في الحلقة النهاردة. بس قبل اي حاجه، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بدون مقدمات طويله، معاكم كابتن اناليسيز، يلا بينا ندخل في حلقه النهارده. انا في كورس سحب العينات شرحت لك حاجه مهمه جدا، وهو ال result of laboratory test affected by، يعني نتائج التحاليل في المعمل هتتاثر بايه. وقلت لك بثلاث حاجات، ايه هما؟ اول حاجه البري اناليتيك، ما قبل اجراء التحليل، وده نسبته 62%. تاني حاجه الاناليتيك وانت واقف تحلل العينه، وده نسبتها 23%. تالت حاجة وهي البوست اناليتيك، ما بعد اجراء العينة، وده نسبته 15%. لاحظ ان البري اناليتيك نسبتها كبيرة جدا، وده لان المشاكل فيها كتيرة قوي. من امثلة المشاكل اللي هتقابلني في البري اناليتيك، اول حاجة الهاندلنج، سحب العينة. تاني حاجة الستورج، تخزين العينة. الترانسبورتر، نقل العينة. البريبريشن، تحضير المريض، وغيره من الحاجات اللي هتأثر على نتائج التحليل. فركز معايا في الحلقة النهاردة لأنها مهمة جدا، ويلا بينا نكمل. تعال اما اكلمك عن البريبريشن، تحضير المريض، بنسميها preparation of patient. بص بقى، قبل ما تاخد العينة في معلومات مهمة جدا لازم تكون عارفها: الأدوية اللي بياخدها، محل الإقامة أو هو عايش فين، رقم التليفون، الاسم وباقي والكلام ده كله. بس في نقطة مهمة جدا جدا عاوزك تخلي بالك منها: time of collection sample، الوقت الخاص بجمع العينة. فما يجيش مريض نقول لك التحليل ده صايم تروح تعمله له فاطر، وما يجيش مريض نقول لك التحليل فاطر تروح تعمله له صايم. طب لو جيت اتكلمت عن time of collection sample، ايه النقطة اللي عاوزك تعرفها فيها؟ اهم حاجه فاستنج يعني الصيام، اوفر نايت يعني ليلا، يعني ما يصومش في اي وقت من اليوم. اصل في ناس تقول لك هو مش السكر هيصوم 8 ساعات؟ خلاص هو يقوم الصبح وياكل ويعمل مجهود ويحسب صيام 8 ساعات بعد كده ويجي يعملوا له في اي وقت من النوم. النتيجه هنا مش صح. طب ليه؟ قال لك لان اهم حاجه عندي وهي الفاستنج اوفر نايت. ليه؟ قال لك لان ده هيأثر على نتائج الكورتيزول اللي بتبروفايل الجلوكوز البرولاكتين وغيره من التحاليل. فلازم المريض لما تقول له صوم يبقى الصيام بتاعي اوفر نايت. من ضمن الحاجات اللي عاوزك تعرفها قبل ما تسحب العينة وهو السموكر، التدخين. انت مدخن ولا مش مدخن؟ انت كرونيك سموكر ولا بتشرب سجاير كده تفريحي؟ طب ليه الكلام ده؟ قالك لان التدخين ده هيعمل لي كوارث. زي ايه؟ قالك هيعمل لي increased to white blood cell كورتيزول جلوكوز جروث هرمون امونيا. طب ركز في حتة الامونيا دي. قالك المريض اللي مطلوب ليه تحليل امونيا لازم يصوم 8 ساعات ويكون غير مدخن او يمتنع عن التدخين. انت عارف ليه؟ قال لك لان نسبه الامونيا هتزيد الضعف نتيجه لايه؟ للسموكر. طب ركز معايا في الحته اللي جايه دي: الكرونيك سموكر، المدخن الشرس او الشره زي ما بنقول عليه، هنلاحظ عنده زياده في الكربون مونوكسيد، وده هيسبب تحفيز للكليه انها تطلع هرمون الاي بي او الاريثروبيوتين. لان المريض ده هيحتاج دايما كرات دم حمراء كتيرة عشان يعوض الأكسجين، وبالتالي المريض ده هيدخل في حالة اسمها secondary polycythemia. يلا نعمل شيفت ونروح لحتة تانية. مش احنا عارفين اللي احنا في المعمل ممكن نشتغل هول بلاد او سيروم او بلازما؟ عارفين الكلام ده. طب تعالى ناخد السيروم نتكلم عنه ونقول فيه شوية نقط مهمة جدا. اول حاجة، يعني ايه سيروم؟ قالك يعني عينة دم حطيتها في انبوبه فاضيه وسبتها يحصل لها كلوتنج او كومبليتلي كلوتنج، وبالتالي فقدت الفايبرينوجين، لاك فايبرينوجين. لازم عشان تحصل على سيروم كويس تسيب العينه تتجلط من 30 ل 60 دقيقه. خلي بالك معظم تحاليل الكيمستري والاميونولوجي والسيرولوجي بشتغلها سيروم، ولازم او يفضل بقى السيروم بتاع المريض يكون المريض ده فاستنج صايم.
طيب بعد ما سبت العينة يحصل لها completely clotting هعمل ايه؟ قالك بص يا سيدي، هتعمل سنترفيوج 5 دقايق في 1000 دورة، وبعد كده تاخد السيرم اللي طلع تفصله في 2 ابندورف، واحد تشتغل بيه والتاني تحطه في التلاجة عندك عشان لو احتاجته مرة تانية. ركز معايا، وانت بتفصل العينة لازم التيوب تكون كابد. يعني ايه كابد؟ يعني متغطية. ليه؟ قال لك عشان تتجنب فقدان السي او 2 ثاني اكسيد الكربون. طب وانا لو فقدت ثاني اكسيد الكربون هيفرق معايا في ايه؟ قال لك ده هيغير نتيجة الانزيم، فتيجي تشتغل الانزيم تطلع مش مظبوطة. كمان ما تعملش ري سنترفيوجيشن، يعني ما تدورش العينه مره تانية، لان ممكن يحصل عندك هيموليسيس، وبناء عليه لازم تفصل العينه زي احنا ما شرحنا بالتفصيل. طيب الابندورف التانية اللي انت هتعملها استورج تحفظها، هقول لك معلومه حطها حلقه في ودنك، كل ما قلت درجه الحراره كل ما زادت مده الحفظ. فلو انت فصلت العينه وحطيتها في روم تمبريتشر تقدر تشتغل منها التحليل خلال 8 ساعات. طيب لو انت حطيتها في درجه حراره من 2 ل 8 تقدر تشتغل التحليل خلال 48 ساعه. طب لو انت حطيتها في درجه حراره -20 المده بتزيد بتاعه الاستورج، ممكن تقعد شهر شهرين وممكن توصل معاك لسنه على حسب التحليل. هقول لك معلومتين مهمين جدا لازم تكون عارفهم. المعلومة الأولى إن نسبة البوتاسيوم في السيروم أعلى من البلازما. طب إيه التفسير؟ قال لك لأن بعض البوتاسيوم بيحصل له ريليز من البليتلت أثناء عملية الكلوتينج، وبالتالي بتزيد نسبة البوتاسيوم. تاني معلومة عندي ودي إياك تنساها، واحدة داخلة المعمل تعمل تحليل، الحالة دي عاملة استئصال للثدي. ركز معايا عشان تشوف ازاي تتعامل مع الكيس دي. قالك بص، انا لو عملت استئصال للثدي في جهة اليمين هنا لازم اسحب من الدراع الشمال، ولو عملت استئصال للثدي في جهة الشمال لازم اسحب من الدراع اليمين. طب ليه؟ ركز معايا. قالك احنا لما بنعمل استئصال للثدي بنشيل كمان الليمف نود الموجودة تحت الإبط في نفس الاتجاه. يعني لو شلت الثدي الايسر بشيل الليمف نود الموجوده تحت الابط للدراع الايسر. طب ايه وظيفه الليمف نود؟ قالك بتخلص الجسم من السوائل الزايده، كمان ليها دور مناعي مهم جدا. طب انا دلوقتي شلت الثدي، يعني عملت استئصال للثدي ومعاه الليمف نود، هنا الجسم مش هيقدر يتخلص من السوائل، وبالتالي هيحصل ورم في المنطقه دي، وبناء عليه واحدة من أشهر المضاعفات اللي بتحصل بعد استئصال الثدي الورم دوت. جميل جدا. طيب بعد فترة من استئصال الثدي هيتنقل السائل للبلد ويحصل عندي تخفيف للدم بنسميه هيمو دايليوشن، والمريض ده المناعة بتاعته بتكون زي الزفت، فممنوع منعا باتا اسحب عينة دم من نفس اتجاه استئصال الثدي، ولكن بسحب من الاتجاه المعاكس. فلو عملت استئصال للثدي الايمن بسحب من الدراع الايسر، ولو عملت استئصال للثدي الايسر بسحب من الدراع الايمن. طب لو شالت الاتنين بيرست الثديين قالك بتسحب من القدم. كلنا في المعمل لما بنيجي نسحب عينة الدم بنربط دراع المريض بالتورنيكيت. يا ترى ده صح ولا غلط؟ قالك انت لو استخدمت التورنيكيت المدة ما تزيدش عن دقيقة، لان لو زادت مدة الوقت اللي انت رابط فيه دراع المريض عن دقيقة هيعمل لي كوارث. اول حاجة هيقلل من تدفق الدم، وبناء عليه هيزيد تركيز الدم، وبناء عليه هيحصل زيادة للتحاليل زي الكالسيوم لانه باوندد بالبروتين، وكمان زي البوتاسيوم هيحصل له ريليز من الخلايا ويسبب ليا فولس هايبر كاليميا. حلو الكلام جدا. طب في حركة بنقول للمريض يعملها كلنا، وهي افتح ايدك واقفلها، افتح ايدك واقفلها لحد ما الوريد يبان، وبعد كده نقول له يلا نسحب العينة. دي بنسميها فيست بامبنج، وده هيسبب ليا كارثة. زي ايه؟ هيسبب ليا زيادة للبوتاسيوم، اللاكتيك اسيد، الكالسيوم، الفوسفور. كل دي مشاكل بتقابلني وانا بسحب العينة.
حاولت ألخص ليكم كورس سحب العينات في حلقة النهاردة. أتمنى الحلقة تكون مفيدة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن أناليسيس.